ازيك يا غالي، اخبارك ايه؟ النهارده جاي لك بقى بفيديو حاجه طلبت مني كتير جدا وعملنا عنها فيديوز قبل كده، ولكن المره دي جايب لك بقى اسهل واضمن طريقه تنقل بيها الواتساب بتاعك من الاندرويد للايفون، لان مؤخرا ما شاء الله ناس كتير بقت تنقل من اندرويد لايفون ودايما بيبقى عندهم مشكله نقل الواتساب دي، ولان ابلكيشن موف تو اي او اس بنسبه كبيره جدا بيفشل في نقل الواتساب. فالنهارده واتس جو جاي يقول لك ان هو بطل موضوع نقل الواتساب من الاندرويد للايفون. البرنامج مش مجاني بالتاكيد، ولكن في خصم عليه لو نزلت اشتريته وحملته من اللينك اللي هتلاقيه في الديسكريبشن. واتس جو مش بينقل من اندرويد لايفون بس، لا بينقل من اندرويد لايفون ومن ايفون لاندرويد ومن اندرويد لاندرويد ومن ايفون لايفون، وكمان ممكن تعمل باك اب كامل للواتساب بتاعك على الكمبيوتر من غير بقى الجيميل والاي كلاود والكلام ده غير ان انت ممكن تعمل استعاده للباك اب بتاعك اللي موجود على جوجل درايف كمان، ومش جوجل درايف وبس، لا والاي تيونز لاجهزه الايفون كمان. وكل الحاجات دي تقدر تعملها كمان مع واتساب بيزنس مش واتساب العادي. فخلينا نبدا ونمشي الخطوات مع بعض. دلوقتي هنبدا نعمل كل حاجه سوا من الصفر. اول حاجه بتجيب طبعا الموبايلين اللي انت عاوز تنقل من والى الواتساب وهتوصلهم بالكمبيوتر عندك. عملت اكونت برقم انا ما بستخدموش، عشان بس الداتا بتاعتي تبقى في مكان واحد، ما اقعدش بقى انقلها للايفون وارجعها للاندرويد وافضل رايح جاي كده. هنيجي على الكمبيوتر وهندوس ستارت على الواتساب ترانسفير، وهنحدد الوجهه والمصدر. الوجهه طبعا هتبقى الايفون او الديستنيشن، والسورس او المصدر هيبقى الاس 21. زي ما انت شايف قدامك بينقلك المسجز بالستارد مسجز بالليبل بكل حاجه حرفيا على الواتساب بتاعك هتتنقل من الاندرويد للايفون باذن الله. بعد كده ندوس ترانسفير، هتلاقي قدامك شويه تعليمات كده لازم تفعلها على موبايل الاندرويد بتاعك. كل حاجه معروضه بالصور قدامك، مش هتغلب خالص ان شاء الله. يعني انت هتتفرج على الفيديو ده مره مش تحتاج تتفرج عليه تاني. هتفعل بس اليو اس بي ديباجنج من خيارات المطور، هيظهر لك الرساله دي. هتعلم على always وبعد كده هتدوس على allow، وبعد كده هتقفل find my iphone من على الايفون بتاعك. هتدخل على الاي كلاود find my وهتقفل الفايند my iphone، وبعد ما تنقل الواتساب بتاعك تقدر تشغله تاني عادي مفيش اي مشاكل. بعد ما نلاقي رساله بتقول ان الواتساب اصلا مش متحمل على الايفون. انا قلت لك في الاول انا هعمل الخطوه من الصفر، فهنبدا نحمل الواتساب من الاول من على الاب ستور. وطبعا الخطوه دي لو واتساب عادي بتحمل واتساب عادي، لو واتساب بيزنس بتحمل واتساب بيزنس. بعد ما نزلنا الواتساب هنيجي ندوس ترانسفير، هيجيب لنا رساله بتقول ان الداتا اللي هننقلها من الاندرويد هتبقى اوفر ريتن على الايفون. ده لو في حساب ايفون، لو في حساب واتساب انت مسجل بيه على الايفون، فبيقول لك اتاكد بس انك عامل باك اب للواتساب اللي موجود على الايفون. طبعا تقدر تعمل ده على الاي كلاود نفسه او تعمله على واتس جو نفسه. زي ما قلنا في اول الفيديو تقدر تعمل باك اب على الكمبيوتر او على اي تيونز. هتدوس كونتينيو، بعد كده هيظهر لك الحاجات اللي انت عايز تنقلها. هل انت عايز تنقل كل حاجه، المسجات والصور والفيديوهات ولا عايز حاجات معينه؟ هتختار اللي انت عاوزه. انا عن نفسي هختار كله وهندوس كونتينيو. بعد كده يعتبر دي يعني ارخم خطوه في الواتس جو، هي فكره انك بتعمل ان الباك اب بتاعك يبقى مشفر انكريبتد. بتتبع الخطوات اللي احنا هنعملها دلوقتي. ندخل على السيتنجز، بعد كده تشات، بعد كده تشات باك اب، بعد كده ندخل على الاند تو اند انكريبتد باك اب. هنقول له تيرن اون، هنقول له يوز 64 ديجيت، بعد كده نقول له جنريت. هيظهر لك رقم بقى، خد الرقم ده سكرين شوت. اوعى تعدي الخطوه دي من غير ما تاخد سكرين شوت. وبعد كده هتكمل الخطوات عادي خالص، تقول له I saved my digit key وبعد كده كرييت، وهتخرج تعمل باك اب. وطبعا كل ما الداتا بتاعتك تبقى اكتر كل ما هتاخد وقت اطول. بعد ما تقول له enable ده يقعد يحمل شويه كده، بعد كده هيجيب لك الخطوه بتاعت انك تدخل الكود اللي انت خدت له سكرين شوت. زي ما بقول لك هي دي يعتبر ارخم او اطول خطوه. بعد كده الدنيا كلها سهله، وقبل كده كانت الدنيا كلها سهله. وبس بعد ما تدخل الكود بتاعك هيطلب منك بقى انك تسجل دخول بالرقم اللي انت عايز تنقله من الاندرويد للايفون على الايفون. بعد ما تسجل الدخول هتقول له logged in، هيفضل يحمل شويه، وبعد كده all is done transferring complete. الخطوه دي ممكن الايفون بتاعك يعمل ريستارت او يعمل باور اوف خالص.
اوعى تقلق من الموضوع ده، متقلقش خالص، هتفتحه عادي جدا. وبعدين هتدخل على الواتساب بتاعك، هتلاقي نفس الداتا اللي كانت موجودة على الاندرويد موجودة على الايفون بدون فقد اي شيء ان شاء الله. وبس كده. الموضوع قد يبان صعب وطويل ومعقد، ولكن كل ده عشان خصوصيتك في الاول والاخر، وكمان عشان تتاكد ان كل حاجه اتنقلت بالملي. احنا زي ما شفنا، اي نعم هم 3 تشاتس، ولكن انا بعت فويسز وتكست وصور عشان اتاكد ان كل حاجه اتنقلت، وبالفعل كل حاجه اتنقلت على الايفون. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتحمل واتس جو من اللينك اللي هسيبه لك في الديسكربشن. كان معكم احمد صدوم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، في امان الله.